آخوند شیعه میگوید اهل بیت با الله متعال برابرند. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شدید العذاب. و دسته‌ای از مردم هستند که همتایانی برای الله میگیرند و آنها را مانند الله دوست می‌دارند و آنان که ایمان دارند الله را بیشتر و سخت‌تر دوست دارند. و اگر کسانی که ستم کرده اند عذاب را ببینند دریابند که همه قدرت از آن الله است و الله سخت کیفر است. لا يوجد نهائيا أي فرق بين الله عز وجل وبين أهل البيت إلا هذا الفرق، أنهم عبادك وخلقك. أذكر لكم نماذج. طبعا الدعاء هذا شامل لكل الأبعاد، أنا أذكر نماذج حتى نعرف أنه ماذا يعني كل الأبعاد، لا يوجد فيها فرق بين الله عز وجل وأهل البيت إلا أنهم مخلوقات لله عز وجل. لا يوجد فيها فرق بين الله عز وجل وأهل البيت إلا أنهم مخلوقات لله عز وجل. بنابر گفته این آخوند رافضی، الله عزوجل مخلوقاتی آفریده مانند خودش که دارای کل صفات الهی برابر با ذات الهی هستند به جز صفت خلق آنها. بنابر گفته این آخوند رافضی، ائمه نبایستی ازدواج و زاد و ولد کنند و نباید به خواب روند و چرت بزنند یا غذا بخورند و نبایستی قضای حاجت کنند، چون الله عزوجل از این افعال و صفات منزه است. و بایستی سمع و بصر الهی و سمع و بصر ائمه دقیقاً مثل هم باشند و خرافات دیگری که نه مسیحیان نسبت به عیسی اعتقاد داشتند و نه مشرکین قریش نسبت به لات و منات و عزا. الشمس تكسف والقمر يخسف والأنبياء يموتون والملائكة يموتون وكل شيء تذهب بشاشته أيا كان، حتى الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل أحد كل شيء إلا وجه العلي الأعلى جل جلاله. من أراد أن يعرف عظمة الله فلينظر النقص في غيره. لا يمكن أن يعرف أحد عظمة الله حقا حتى يعرف النقص في عباده. ترى الآن في الملوك والأمراء والسلاطين والحكام ما بين علو وارتفاع، وبين علو ودنو، ما بين إقبال وإدبار، ما بين من يموت على كرسيه ومن غير ذلك، أحوال كل شيء إلا وجهه. هذا أعظم ما يدل، أعظم ما يورث القلوب عظمة الله، أن ينظر الإنسان في هذا كله حتى يعرف عظمة ربه، فيصبح إقباله على الله إقبال من يعرف أن الله عظيم وأنه لا أحد أبدا أعظم من الله سبحانه. فإذا رأيت كرم مخلوق قلت كيف كرم الخالق سبحانه، إن رأيت قدرة مخلوق قلت كيف قدرة الخالق سبحانه. طبق فرموده شیخ صالح المغامسی، انسان وقتی عظمت خالق را در میابد که ضعف مخلوقات را بنگرد و این اعتقاد اهل سنت است، برخلاف رافضیانی که از ائمه خدایان دیگری ساخته‌اند که هیچ تفاوتی با او ندارند و آنها را میپرستند. ای شیعه، کدام راه را انتخاب میکنی؟ توحید یا شرک را؟